مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بيكم، وكل سنه وانتم طيبين في اولى حلقات لمة رمضان. لمة العيله النهارده الحقيقه في مكان مميز مع شخصيه مميزه كان لها ذكريات قويه جدا في رمضان، ولها ذكريات معانا في حواديت كتير جدا، مسلسلات دينيه كلنا عشقناها في شهر رمضان الكريم. الحقيقه مشاهدينا انا عايزه اقول ان النهارده معانا الحاجه مديحه حمدي. اهلا وسهلا بيكي، أهلا وسهلا. وكل سنه وانت طيبه. حياتك بخير وسلام. كل منورانا والله، حبايبنا الفنانين اللي معانا والأساتذة. منورانا الحقيقه. ودايما لما بنشوف حضرتك نفتكر التاريخ الفني الجميل، الحمد نفتكر لله. المسلسلات الدينيه اللي بنفتقدها في الوقت الحالي. لكن عايزين بقى ايه عشان يبقى حوارنا مثمر كده، نتكلم الاول عن آم، اول حاجه في حياه الفنانه او الحاجه مديحه، هي ان انت اشتغلتي في الاذاعه. صح. طيب، امم هو كنت متوقع حضرتك يعني تقولي أول حاجة أنت من شبرا، اه من لأن أنا شبرا. بفتخر بالحكاية دي طب جدا جميل يعني. جدا. دايما أقول عن نفسي يعني حكاية بنت من شبرا طالعة اه. من شبرا يعني. مهم. شبرا طبعا رمضان فيها برضو مختلف. يا خبر أبيض، احكي لنا بقى كده عشان نخش في صلب يا الموضوع. خبر أبيض. رمضان في شبرا شكله إيه؟ شكله ايه؟ رمضان في شبرا حاجة تانية. تانية. بصي حبيبتي، مم. ما كانش في بيوت مقفولة. الله. بالعادة طبعا ما كانش فيه الكثافة السكانية دي. مم. بتحسي ان البيوت كلها مفتوحة، الشبابيك بنكلم بعض بنطل على بعض. مم. بنبتدي من قبل رمضان، كانت امي انا تبقى حريصة قوي على صنع المخللات، حلو قوي. وكان تعشق قوي انها تجيب مم. مثلا اشولة كان زمان طبعا. الاسعار طبعا اه. الزيتون الاخضر، مم. وتقوره وتطلع البذرة او يا اللي جواه وتخلله مخلي. وتخلي له جزر. اسم الله عليكي، شبراوية لا. مصروية. مصرية. مم. وتروح زنقة بيه يعني اه. كده ديكور حلو قوي. كانت تحب تعمل محشي كل الناس بتعمل وتفرق محشي. على الناس. حلو قوي. وكنا زمان ما كانش المدنية بتاعت دلوقتي، فأنا آسفة يعني امم الكراتين بتاعت الأحذية اه. بتاعت طول السنة مهم. تستنى وتتنقى وتتنضف وتتعمل علشان يروح فيها الكحك الله. والبسكوت. امم وكنا البنات والولاد لعبتنا لان البيوت انا اسفه امم مفتوحه، والاضاءه ماليه الشوارع طبعا. امم العجل، العجل. اه، امم والفوانيس. والفوانيس كنت لسه اقول لحضرتك. الناس كلها مطمنه، يعني امم بالعكس مطمنه. بس كان خلي بالك ايه، ان من 6 سنين كده لغايه سن المراهقه الصغرى يعني امم 10 12 سنه وستوب وخلاص يعني مفيش ما. عجل بقى ولا فوانيس. لا 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 معلش. في عريس. في عريس. الناس على فكرة كلها فاكرة ان الحاجة مديحة خريجة معهد فنون فنون مسرح. مسرحية، وده خطأ كبير قوي عايزين نصححه. ده شرف، بس انا ايه اللي حصل لي حاجه جميله قوي. اه. انا جبت مجموع، كنت عايزه اخش اداب اه. في ثانويه عامه. امم فلما انا امي خلتني اخدت اعداديه منازل، تمام. فده وفرت من عمري. امم وناظر المدرسه قال لي تعالي يا قصيره. اه. طيب. كان اسمه سيف الدين، مم. والد مم. مخرجنا الكبير الله يرحمه اه. استاذ حسن سيف حسن سيف الدين. الدين. قال له هي القصيره هتاخدها، ورينا هتاخدها زيها ولا صغيرة كده. مم. المهم الحمد لله خدناها. فأنا كان نفسي قوي أخش آداب. قولي لي ليه؟ ليه؟ مم. هلتقي بقى بسعاد حسني، هشوف نزيل لطفي، هشوف عبد الحليم حافظ. يعني الإيحاء ده كان اه، عندك؟ ما أنا هوصل لهم إزاي؟ اه. أروح أعمل بقى كذا حتة إعلامية وريبورتاجات، اه. مم. فألتصق بالوسط ده، ممكن. ألتصق يعني. مم. وكأن أبي كان يحط قدري أو يخط قدري زي ما مم. بيقول. مم. لا لا، المجموعة خسارة آداب، أياميها تجارة كانت تاخد مجموعة أعلى. أكبر يعني. مم. فدخلنا تجارة عين شمس، وأنا مم. داخلة باب الكلية مم. ولما في فريق تمثيل هنا. أول حاجة. لا المدرج ولا الكشاكيل ولا الأساتذة ولا فريق تمثيل. ولا الحكاية دي. مم. وعشان ما أرغبكيش كتير، مم. تبناني أستاذي الراحل الدكتور يحيى عويس، مم. كان بيدرس لنا اقتصاد.
وكنت في الأسرة طبعا الجامعية بتاعته. وكان في مسرح مدرسة في الجامعة. كان في مسرح جامعة، وكان أستاذ نور الدمرداش هو مسؤول عن جامعة الإسكندرية. والأستاذ عبد الله غيث كان عين شمس، جامعة عين شمس. احنا يعني تجارة وهكذا يعني. فالأستاذ نور شافني في الامتحانات في المسابقات يعني. فلما جه كان ليا ابن عم رحمه الله يعني، او ابن عم امي بمعنى ضخم، فجاء قال لها ايه رايكم انا ومديحه ونقدم. كنا بقى في حفلات السمر، وعلى جيل امي قعدت الستات، ودي عملت كنبه حلوه تتباهى بيه. لا بس كان متاح الفكر ده؟ انت لابساها كده نتعلمها. كان متاح ان انت تشتغلي كمسرح او لا ده كانش متاح؟ صعب. او انا كنت متخيله انه صعب. فقال لها مقدمين مسرح التلفزيون وكده وعايزين نقدم. قالت له مش عارفه محفوظ هيقول ايه. قال لها طب يا ريت يا عمتي احنا نقدم. اذا نجحنا هنقول له ناخد رايه، واذا سقطنا نستنى شويه ونقول له برضه ماشي بتاع الحكايه. فكانوا بيخلونا اياميها نحضر ابيات شعر ومشهد باللغه العاميه ومشهد باللغه العربيه. حلو. فدخلنا مشهد شعر القسوة ليلى أسأل حاجة. فلسه والله أنا كنت نحيفة جدا، فكنت لابسة رداء فستان يعني، لبست تحتيه جونيل عشان تبني أتخن شوية. يعني. دخلت اسمك كذا مش عارفة إيه، حافظة إيه شعر من مين؟ طب قولي. لسه بقول أعوذ بالله من الشيطان. بس خلاص انت عرفتي بقى. واياميها كانت الباروكات الصفراء هي الموضه والمايوهات. عارفه احنا الفن بتيجي ساعه ايه؟ موضه طرابيش، موضه مايوهات، موضه صعيده كده كان ده يعني. فالحمد لله طلعت الاولى وابن عمك سقط. خلينا بقى نقول ايه علاقتك باللغه العربيه، لان انا عايزه انتقل بسرعه للمسلسلات الدينيه. هل انت كتجاره اللغة العربية بالنسبة لك كانت مهجورة ولا بتحبيها ولا عندك هوى بيها ولا ايه؟ الأوساط المتوسطة طبعا المتوسطة بتاعتنا الشبراوية كان دايما بيجي عندنا مقرئ كل يوم جمعة يقرأ قرآن في البيت. حلو قوي. مش حبتنا بس يعني، كان تقليد تقريبا في الحي، ويرزق ونرزق من خلاله. فكنت بحب اسمعه قوي. كنت احب اسمع، لسه ما كنتش اجيد يعني ان انا اقرا المصحف. فضلت بقى المساله في الدراسه في الكتب المدرسيه كده، لقيت عندي في اذني جرس موسيقي. حلو. يعني حتى ان في اول الجمله انه نكسر وبعد نفتحها ان او ان. لقيت نفسي انا بعزف سماعي. يعني تشيني حياتك ده ممكن اشكل صح لحد 87 88%. حلو قوي. بس كمان كان معايا اساتذه غشيت منهم. وتتكلمي بيه صح؟ اتحدث. حلو قوي. استاذ اشرف عبد الغفور طبعا، استاذ محمود ياسين دول جهابذه استاذ محمد في الصوت كمان صوتهم. استاذ محمد شاكر. كان في كده يعني مجموعه وكانت السيده الفاضله نجية رشاد وانعام سلوسه، يعني دول تقريبا اللي كانوا مميزين يعني. حاجه مديحه، خليني اتكلم عن المسلسلات الدينيه اللي احنا بنفتقد وجودها دلوقتي. وايه المسلسلات انت فاكره ان انت مثلتيها في رمضان او مثلتيها في الليالي اللي خلاص اللي قبل رمضان بتستعدوا عايزين تخلصوا بسرعه عشان اكبر كميه حلقات تتقفل وزعتوها في رمضان؟ السنه الوحيده اللي خلصت قبل رمضان بشويه اللي انا اتحجبت فيها. حلو، ده قصه الحجاب دي لسه هنتكلم. انا بقول لك قدرا ازاي. الاستاذ احمد توفيق رحمه الله ومدام رباب بوجه لها التحيه والشكر. كان يا حبيبي عشان الفنيين والعاملين والعاملات وكده كان بيحب يأجل شويه علشان رمضان له مكافآت خاصه طبعا. وكان برضو رحمه الله مدير الانتاج كان الاستاذ اسامه حسين كان بيمسكوا بقى الكشف. هتجيش متاخره ب 100 جنيه وتمضي قدام 100 جنيه.
يجي بقى في الاخر يروح جامع الفلوس دي كلها ويكون مدير انتاج حبيبي ايه عامل له كشوف بالناس يعني جميل. فكنا بنطلع تقريبا اخر رمضان ما عدا جه ومع الحاج فهمي عبد الحميد طبعا رحمه الله اشتغلت معاه 6 سنين فوازير. اشتغلت سنتين مع مدام شريهان، سنتين مع مدام نيلي، سنتين مع مدام كوسي. حلوة قوي. فكان برضو لان التوقيتات والرقصات والاغاني يعني عارفه ده لو كان في العصر، بس كلمه لو ما فعلش كان في العصر ده كان عمل. المهم يا ستي جينا في السنه دي بتبقى الرؤيه. ذكريات كتير هنرجع ليها، بس عايزه اقول ان مدام مديحه او الحاجه مديحه زي ما هي بتحب نقول لها اتحجبتي وبالرغم من ذلك كملتي تمثيل في المسلسلات الدينيه او غيرها، ايمانا منك بان الفن رساله، ما هوش مجرد انها شعر او كده، لكن ده رساله. اولا لك اسبابك في الحجاب، يعني لو تحب تقوليها لجمهورك في رمضان كده. اقول من كتر ما قرأت في المسلسلات الناطقة باللغة العربية بقيت أقرأ الأحاديث. حلو. بس لازم أحفظها. وعشان أحفظ حديث لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفهم معناه. صحيح. وأدور على التفسير. تمام. فأفهم أحفظ ألقي. صحيح. نفس الشيء بالنسبة للقرآن الكريم. جميل. برضو بتيجي كلمة أنا مش فاهماها عايزة تفسيرها، والموصولة أو مقطوعة يعني هي أصول يعني. فمن هنا جاء حبي للغة العربية جدا يعني. وأنا أذكر حبيبي الله يديله الصحة والعمر أستاذ عبد الرحمن أبو زهرة موجود. طبعا موجود. ربنا يديلك العمر يا حبيبي ويخليك. ده من أكتر الفنانين يعني، هو رشوان توفيق سعداني أستاذ رشوان توفيق الزعيم. لا كان في حد أستاذ صلاح أبيل يعني، كان في حد كده تلاقي فيه كيمياء في التعامل طبعا والأداء معاهم. أيوه. بس فكنا وقفنا فين بقى؟ كنا وقفنا في اللغة العربية. انت ازاي تحجبتي في اسبابك؟ حبيبتي. فمن كتر الزحف والقراءات بقيت اخجل يعني، بدل الصوم كده بقى كده بقى كده بقى كده بقى لحد حتى الشراب بقى الكولون البيج ده. ففاكره ستنا تحية كاريوكا كنت قاعده جنبها في العربيه بتقول لي انت ما رجلك خشنه كده. قلت لها ده الشراب في الصيف. قلت لها معلش يا ستنا ما تزعليش مني، عشان بقيت اخشى من رجلك ان لحمي يعني يبقى متشاف. ده سبب. لحد ما جه في رمضان بقى نرجع تاني. الاستاذ احمد توفيق خلصنا بدري. حلو. في السنه دي يعني جت كده الظروف، جت كده، فلقيت نفسي قراءاتي بقت اكتر. مع القراءات لحد ما جه في يوم كان زوجي رحمه الله متوفى 2003 متوفى بقى 13 سنه. مستلقى على السرير كده قبل الفطار، فجيت قلت له انا عايز، هو راجل شرطه شديد شويه ستار شرطه هو بصراحه. فقال لي خير. قلت له انا عايزه اتحجب. قال لي اقعدي كده. قعدت اتفردت تاني وقعدت. قال لي انت اخدتي القرار ده بالدراسه ولا كده؟ قلت له لا والله انا من اول الشهر وحاسه خلاص يعني مش طايقه زي ما بيقولوا بالبلد يعني. دي حقيقه. قال لي بس انا ليا شرط. شرط في ايه بقى؟ البسي ابيض تلبسي اسود ولا يقول لك هتعملي ايه؟ قال لي انا هسمح لك تلبسيه ومش هسمح لك تقلعي. ايوه كنت لسه هقول لك انا مش عايز مع احترامي لفئة الشرطه وفي اي مكان يعني زميل يجي يروح رميلي صوره ليكي. ايوه. فاحترميني واحترمي اولادك تمام واخواتك وباباك. قرار ما فيهوش رجعه خالص.
شوفي انا حجيت 7 مرات الله عليكي. والله. هو لانه كان بيشتغل في الجوازات، فكل ما يطلع يخلص جوازات مركب او كده اطلع تطلعي معاه او كده. 25 عمره فاضل عمري ما جيت عند الكعبه الشريفه وقلت يا رب مش عايزه امثل، او يا رب توب عليا او حاجه كده. فانا خفت برضه. فكان الله يكرمها بنسد لها كل تحيه الحاجه ياسمين الخيام. الله. فكانت عشان والدها يعني على علاقه بمولانا الشيخ الشعراوي. جميل. فقلت له النبي حاج انا عايزه اروح واستشير وامشي على حق. حلو. قالت طيب خدتني يعني بمعنى اصح. مولانا قاعد في الارض عيني كان بياخد جهاز الاكسجين ده اللي بياخدوه. هو فاكرني بقى جاي اساله الحواجب حلال ولا حرام؟ الكحل حلال ولا حرام؟ بتاع ولا ايه؟ قلت له بص يا مولانا انا عايزه اسال حضرتك، انا بعشق التمثيل وده من سني انا 6 سنين 7 سنين انا بشتغل في المدرسه يعني اللي هو لكن لم احترف الا بعد التجاره. ما دخلت كليه التجاره في سنه اولى. فقال لي الكوب ده لو ملأناه او امتلئ بالماء يبقى ايه؟ حلال. حلال. امتلئ بالخمر والعياذ بالله لو امتلئ بالخمره بقى حرام. حرام. قال لي يا بنتي حلال وحلال والحرام حرام. لكنهم سراير، التصاق اجساد، وهم كاميرا، لا ده قبله بس دورناها كده قال يعني شويه حاجات. حلو. فعلى هذا الكلام تمام. خلينا نرجع تاني لرمضان ونقول بقى احلى اكله بتعملها الحاجه مديحه في رمضان او تحب. لا مش معقول ما بتعرفيش تطبخي. شوفي انت شفتي بيتي. انا في بيتي فنانه زوجه. حلو. يعني احب انسق بيتي. واضح جدا. وزوجي الحقيقه كان مشترك في هذه الهوايه. يعني كان يسافر مثلا رحلات لالمانيا يلاقي نوع حلو كريستال، لا ده صيني مش عارفه ايه يعني. فاشتركنا في هوايه البيت. فعملنا بيت حلو. انضفه وانسقه واستقبل وارحب وكله لحد هزوها المطبخ. اخش انضفه كويس قوي والله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هقول لك ليه برضه كل حاجه ليها اسباب. انا لما اشتغلت صغيره وانا لسه في اولى جامعه كان صعب ان امي تبقى مكلفه. احنا 4 بنات ولد. امبراطوريه ميم. مديحه، ماجده، مشيره، محمد، الغاليه اللي راحت يعني مهجه. فكانت معلمانا الطبيخ. وكان عندنا كرسي الحمام كانوا بيسموه كرسي خشب وقفنا على البوتاجاز. ولما كنا نيجي نسيح السمنه بقى بالبابور ما ينفعش. كانت قعدنا جنبها بس احنا نجيب العيش وناخد الايه سمتك المرتب. المرتب تبقى تحت. زقنونه لسه زقنونه انت. في زي مرقه كده بيسموها ايه يا شباب؟ اللي هي بتبقى فوق مش عارفه اسمها ايه بس انا عارفاها. بتبقى مالحه تحفه. بتبقى جميله بس بتبقى تحفه. فدي كانت من الحاجات اللذيذه علمتني لكن الطبيخ. احلى حاجه بتبداي يعني كاول يوم رمضان تعملي سفرتك ايه؟ وطبعا السفره بتختلف. ازوقها ازاي؟ تزوقي السفره ازاي؟ ابقى اختارها ازاي؟ يمكن اعملها على ضوء شموع في رمضان. والله. والقرآن يبقى داير وبعدين بعد الأذان نقوم نصلي الأول وناخد الوتر ثمرات وبعدين نقعد بقى ناكل حاجة بسيطة. نصلي. فضل عندنا مسجد فضل سبحانه وتعالى. نصلي. وجمعية مسجد أحباء الرقيب وجمعية أحباء الرقيب. مع أنا وزوجي يعني نشوف فضله واللواء مجدي ناجية معانا طبعا حما ابني يعني. ادي حياتي. اختلفت الحياة في رمضان بعد وفاة الزوج؟ بقى فيها وحشة. مش كده؟ طب بتعزمي مين اول يوم رمضان او بتتعزمي عند مين؟ شوفي انا عندي ابن بيشتغل في كندا. فده بعيد. عندي ابن هنا حماه بقى اللي هو مجدي ناجي ربنا ما يحرمنا منه مدام هانيه يا رب. في طقوس كده من بعد زوجي ما توفى والله ومن قبلها كان بيبقى حريص
ان هو اللي يلم العيله كلنا، حلو. نفطر معاه اول يوم طب كويس قوي. ونتسحر معاه اول يوم. جميل. طبعا الحاجة مديحة كانت بطلة من أبطال المسلسلات الدينية، سواء كان محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام أو خامس الخلفاء الراشدين عمر بن عبد العزيز وهارون الرشيد، وهارون الرشيد. وجاء الإسلام بالسلام، والإسلام والإنسان، والإسلام في إفريقيا، لا إفريقية. إفريقية. تعليق كده مش بتلاقي مسلسل ديني دلوقتي؟ هقول لك في سببين. لان انا منتجه عندي شركه، او بلاش اقول اسمها يعني، ولا ان انا عامله وقف النشاط يعني. الانتاج حبيبتي الديني مكلف جدا جدا. ليه؟ اي منتج بيبقى عنده مخزن ملابس، فلاحي صعيدي بتاع ده سهل. تمام. الفلاح غالبا يعني بيكفي القرى الفلاحيه الريفيه يعني. بالنسبه للاسلامي او مش موجود على طول. اموي غير عباسي، غير اندلسي، غير في الجاهليه، غير بعد الاسلام، غير عهد الصحابه. فعشان مهندس ديكوري يشتغل ديكور صح، مصممات الازياء الجمال بتوعنا، مش هنقدر ناخد من المخازن على طول لاي عصر. صحيح. فبالتالي المنتج بيتكلف ملابس. كان فيها اكسسوارات كتير اكيد، وكان فيها ضفاير كتير، بس فتل. ودي من اللي نهى عنها على فكره الرسول الله صلى الله عليه وسلم، لان كان يعني سيدنا معادي ممكن تخدع العريس، يتهيأ له ده شعرها وهي مطوله بالفتل. ده كان يرسل المراه اللي ناوي يتزوج بها واحد يهمه انها تشم رائحه ابطيها. شوفي قد ايه، وخشونه كعبها. يعني البروتوكول اللي هو النظافه. صحيح صحيح. حاجات كلها جميله. النهارده في بيت الحاجه مديحه حمدي، وعايزين نقول من اهم الحاجات اللي احنا بنركز فيها هي اطعام الطعام، لان طبعا شهر كريم ورمضان شهر الخير. هي حتى طبعا الحاجه مديحه بتهتم قوي بالجزئيه ديت، ومعاها طبعا الصديقه الصدوقه الحاجه فاطمه قبيسي. اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. فاطمه قبيسي، مدير العلاقات العامه والاعلام بالاتحاد الاقليمي الجيزه. اهلا بيكم وبالساده المشاهدين، وكل عام وانتم بخير. وطبعا الفنانه الجميله الزمن الجميل الممتد حتى الان، وان شاء الله ربنا يديها الصحه والعافيه. عارفه اختي كل شويه يقولوا عليها زمن جميل. لا بعد بطوط تعدي لك دي. تحبي اقول لك الحاجه فاطمه؟ استاذه فاطمه، انت مسؤوله عن جمعيات كتير قوي بتعمل خير، وبتشوفوا فين الناس المستحقه والاسر المتعففه عشان نقدم لها خير في شهر الخير. احنا عندنا في الجيزه حوالي كان 8500 جمعيه ومؤسسه اهليه، اتصفوا بعد توفير الاوضاع لحوالي 3500 او 4000. ال 3500 جمعيه او 4000 بيعملوا بحث اجتماعي من خلال قاعدة البيانات. بتبتدي الجمعيات المنحة اللي هي طبعا عندنا مطابخ، عندنا توزيع كراتين، عندنا طول شهر رمضان في موائد معمولة من خلال الجمعيات والمؤسسات. كل مائدة بتغطي المنطقة بتاعتها. أنحاء الجيزة كلها من الواحات للأطفيح والصف متغطيين موائد. كنت لسه هقول لك يعني فعلا الجيزة من المحافظات المترامية الأطراف، وفيها ريف قوي جدا، وفيها اماكن بعيده قوي. بتوصلي لكل الاماكن؟ بنوصل لكل الاماكن. احنا كنا في الواحات وعملنا لهم بصمه خير. عملناها بصمه خير دي مبادره من خلال الاتحاد، بنوزع فيها مواد غذائيه، بنوزع ملابس، بنوزع كل احتياجات الريف. فاحنا من خلال الاتحاد الاقليمي جيزه عاملين اكتر من مبادره بصمه خير. طبعا رئيسه الاتحاد الدكتوره عبير عصام، عاملين بصمه خير، عاملين اسرتك حياتك، عاملين اكتر من مبادرات
دي تغطيه من كل النواحي. حلو. عندك حاجات تانية زي مثلا زي ما بيقولوا وصلة مية او الحاجات ديت، لان برضو دي حاجات مهمة وفي ناس كتير قوي في جمعيات في انا عملت جمعيات. لها دعايه بس اه برضو بدون اه ذكر اسماء. اه انت كان عملتي عن وصلات المياه. وصلات المية اه لانها مهمة جدا. ايوه. مهم. بس انا عايزه اقول لحضرتك، كان اسفه اه لقطع لا حديثكم، ابدا. اللي احنا بنقوله ده يا استاذتي مم. للعظه مش للتفاخر. ما طبعا. يعني انا يعني انا اقدر اعمل مم. خير ومش هيكلفني حاجه. ما بخلش بيه بقى. ده ما بخلش. يعني في فقراء مم. راحوا الرسول عليه الصلاه والسلام السلام. وقال هو الاسلام نزل للاغنياء بس. مم. الحج لمن استطاع اليه سبيلا. اه والزكاة. الزكاه حضرتك برافو عليك اديكي مم. قلتي. مم. الصيام حتى تفطري صائم ما مم. معكيش. مم. فقال يعني مسحك على راس اليتيم صدقه. صدقة. مم. إماطة الأذى من الطريق مم. صدقة. مم. إصلاح ذات البين اتنين اه متخاصمين صدقة. صدقة. مم. فاحنا عندنا أوكازيون جاي. طبعا. يلا بقى بتصفد الشياطين. ايوه. مم. ربنا يبعدهم عننا يا رب. ويصح فينا النفس اللوامة اه ونبدأ ونبقى. كلنا نعمل خير على قد المستطاع. عايزين نقول برضو الأنشطة عندك بالنسبة مثلا للأيتام في رمضان أو غير رمضان، بس أنا عشان ده شهر كريم وشهر خير. اللي مثلا ممكن يكون حد بعد العيد هيحتاج زواج، لبس، جهاز عروسة، الحاجات دي كلها على فكرة بتزيد جدا في شهر رمضان. الخير دايما فعلا في شهر رمضان بيبقى يعني الناس مضاعف. مضاعف والناس سباقة في الخير في شهر رمضان. في شهر رمضان مش بس الجمعيات والمؤسسات، احنا كأشخاص يعني بتلاقي البيت بقى مثلا في بعض البيوت بيعملوا جنب أكلهم بيعملوا 3 4 وجبات للجيران اللي حواليهم اللي هم في احتياج لده. احنا من خلال الجمعيات والمؤسسات الأهلية بنعمل طبعا في بعض الجمعيات تعمل 40 عروسة تجهيز كامل، في بتعمل 50، في بتعمل 70. أيوه. يعني ده منتشر جدا ومعمول بيه في الجمعيات والمؤسسات. الوجبات اللي قلنا اليومية، احنا عندنا وجبات يومية، عندنا وجبات على الطريق، في الطريق في الناس اللي هي لا مسافرة حضرتك أو يعني ممكن خطوات أو حضرتك تلاقي الأستاذة لابسة نظارة وشايلة كده والناس بتفطر في البيت، وهي حبايبنا اللي قائمين على ده حراستنا حقيقي. بتنزل ده حقيقي. توزع. طبعا يعني انا بشرف ان انا اكون مصرة علاقات مع الحاجه طبعا مديحه. الحاجه مديحه مش عايزه اقول لكم، يعني انا هتكلم شويه عنها بما اني انا في بيتها. الحاجه مديحه بتنزل معانا العربيه وما بتبقاش الحاجه مديحه، لا بتبقى شخص ما حدش يعرفه، بتتخفى بمعنى اصح، وبتدي توزع الشنط بتاعتها وتوزع الوجبات يعني بتلف على على البيوت وتلف على السيدات يعني ده شغلها اللي هي بتعمله طول رمضان. طول رمضان انت هي منقطعه. علمتينا يا بطة انه تحسبهم اغنياء من التعفف، أيوة بس ده احنا حقيقي. حفظناهم. وبعدين مش عارفة برضو حضرتك اكيد بتلاحظي كم عدد المسنين يا جماعة اللي بيبقوا على الارصفة، حقيقي. يعني مستنين. بيقول لك بياخدوا وجبة 2 ما هتكفيهم يوم و2. ايوه صح. انت عارف ده بقاله قد ايه ما اكلش، سايب جوزه مريض ولا مرات ابنها ولا بنتها والعياذ بالله. اتي 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 وخلاص. العطاء ده مهم جدا، واكيد طبعا بنحس بفرحة، ده لذة رهيبة. احنا يعني بيبقى مجهود مضاعف 4 5 أضعاف مجهودنا خارج شهر رمضان، بس بنبقى مبسوطين جدا. احنا تقريبا بنفطر بعد صلاة العشاء، ما حدش فينا بيفطر مغرب دي خالص. لا بالنسبة لنا ما بنقبلش عزومات بره علشان ما فيش وقت انك تروحي عزومات. احنا كله معمول لشهر رمضان للتوزيع فقط لا غير، يعني بما انا ان الجمعيات والمؤسسات خط موازي للدولة. صحيح. عايزين بس نقول لهم من خلال حضرتك يا آه. حبيبتي، ولو يعني نفطر على تمر 3، يعني يا واحدة يا 3 وتر مهم. دول التمر ده فيه غذاء كامل يعني. طبعا. وبعدين ننزل بقى نعمل اللي احنا عاوزين نعمله، ونرجع نسخن الشوربة بقى الحقيقة واللحمة. النهاردة عايزة اقول ان انا في لمة عيلة او لمة رمضان مختلفة. النهاردة الحقيقة الحاجة مديحة والأستاذة فاطمة خلونا نعيش مع لمة لكل الناس،
اللي حواليهم، لكل الناس اللي بيوزعوا عليهم الفطار. النهارده ما عشناش بس مع الحاجه مديحه واستاذه فاطمه، لا عشنا فعلا توزيع الحاجات، وازاي الناس في قلبها خير وبتعمل خير، وكمان بتأجل فطارها لبعد العشاء وما بتتعزمش بره عشان عندهم واجب ان هم الناس كلها بس تبقى النبي ملمومه ما عندهم يتكلوش على رمضان. كده على طول. طب عزومية يعني عزومية، لا ان شاء الله في الشهر مرة يعني يا جماعة. ان شاء الله. عايزة بس جزئية بعد إذنك. في سنه من السنوات حبيت ان انا قلت الاولى بالفطار اللي هم عمال النظافه اللي عندنا في المنطقه، الناس اللي هي بتبقى شغلهم بيضطر ان هم ما يروحش بيته. فلما عملت ده لوحدهم اتكسفوا، فلما اتكسفوا نزلت قلت لهم يا جماعه احنا هنفطر سوا، انا عازماكم بس في الشارع. حلوة قوي. شوف بقى دي لمة العيلة الحقيقة الجميلة، الشارع بتاعك، الناس اللي حواليك، الناس اللي انت عارف ان هم متعففين تلمهم حواليك. الحقيقة انا النهاردة كنت سعيدة جدا بالحاجة مديحة حمدي، استاذة فاطمة. بشكركم، ولمة رمضان جميلة الحقيقة، عايزة اقول من خلالهم، وهم كمان قالوا اللي يقدر على اي خير يعمله في رمضان او في تيجي مرة رمضان. احضري معانا ان مائدة، شاء الله نيجي ان شاء وعد الله، كده وان شاء الله حبايبنا نحضر برنامج لمة رمضان معاهم مرة هنا في رمضان. الهرم ان عندنا شاء الله، بطة، ايه ان شاء رأيك؟ الله، ان شاء إن شاء الله. الله. كل سنة وانتم طيبين، طيب. شرفتوا بيكم، شكرا. كل سنة وانتم بخير. شكرا مشاهدينا لأسف. الكرام، بكده نكون خلصنا حلقتنا النهاردة من لمة رمضان. شكرا، وان شاء الله تجمعنا لمة جديدة في رمضان.